السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 2 من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل المستوى المتقدم. درس النهاردة هيكون بعنوان التصفية المتقدمة. احنا طبعا عارفين ان برنامج الاكسل بيقدم لي مجموعة من الخيارات اللي بقدر من خلالها او مجموعة من الباتونز اللي بقدر من خلالها اعمل فرز وتصفية وفلترة للبيانات على اكتر من اساس. مثال قدامنا مثلا زي المثال اللي قدامنا ده مجموعه من البيانات الخاصه بالموظفين. لو انا حابب اعمل فلتر او حابب اعمل تصفيه على البيانات دي بالطريقه العاديه، كنا بنعمل ايه؟ بتقف على اي خليه من خلايا النطاق او الخليه اللي انت عايز تعمل فلتر على اساسها، ولتكن مثلا الدوله. بعد كده بنروح على تاب داتا او بيانات، وبنختار تصفيه او فلتر. اول ما اضغط على الزر كده بيعمل لي مربع او زر عمل التصفيه على على جميع الحقول. اقدر اعمل تصفيه مثلا على المدينه واختار المدينه اللي انا محتاجها مثلا او المدينتين ايا ما يكن. على طول بيظهر لي نطاق البيانات بعد التصفيه. كمان لو حابب اعمل تصفيه على تاريخ الميلاد مثلا اقدر اختار من هنا كده برضو كده عملت تصفيه على تاريخ الميلاد. طيب، كمان كنت حابب عشان خاطر الغي التصفيه دي بروح على تاب الداتا واعمل مسح من الزرار ده كده، بيشيل لي التصفيه دي. كده التصفيه العاديه اللي بقدر من خلالها اعمل تصفيه على اساس على اساس او اتنين او اكتر من معايير الفلتره. ولكن بتقابلني مشكله هنا ان انا لو عندي اكتر من معيار من معايير الفلتره هضطر اعمل القصه دي اكتر من مره. وده طبعا بيعرض البيانات دي للخطأ او بيعرض العمليه دي للخطأ والصعوبه. يعني انا لو عندي مثلا داتا اكتر من كده وحابب اعمل فلتر على اكتر من اساس على 5 أو 6، هضطر اعمل 1 و2 و3 وهكذا. لذلك بنلجأ في الحالات دي الى استخدام التصفيه المتقدمه. وميزه التصفيه المتقدمه هنا عن التصفيه العاديه ميزه كبيره جدا، او مميزات كتيره جدا، اهمها 3 مميزات. اول حاجه ان انا بقدر اعمل تصفيه لاكتر من نطاق او على اساس اكثر من معيار بدون تعقيد وبسهوله شديده. تاني نقطة ان انا اقدر كمان استخدم المعادلات في التصفية المتقدمة، وده هنعرفه ان شاء الله في الدرس اللي جاي او الدرس اللي بعديه. كمان امكانية انا مثلا بعد ما اعمل مثلا الفلتر كده باستخدام التصفيه المتقدمه اقدر اعمل كوبي للداتا اللي طلعت دي في مكان تاني. يعني اخدها كوبي بيست في مكان تاني ويفضل نطاق البيانات الاساس عندي ما فيهوش اي تغيير. دي برضو من ضمن مميزات التصفيه المتقدمه اللي هنعرفها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. يبقى قبل ما تعمل تصفيه متقدمه محتاج تفرق بين حاجتين: نطاق البيانات ونطاق المعايير. نطاق البيانات وعارفينه اللي هو نطاق البيانات اللي بيحتوي على الداتا اللي انت محتاج تعمل عليها فلتر. اما نطاق المعايير هو بيحتوي على المعايير اللي على اساسها هتعمل الفلترة. ونطاق المعايير ليه شروط. اول شرط ان هو لازم يكون بيحتوي على صفين او اكثر، على الاقل صفين. فخلينا نشوف هنعمله ازاي. الاول احنا يفضل ان نطاق المعايير يكون فوق نطاق البيانات. فخلينا نعمل كده مثلا ونقول كليك يمين انسيرت، هيقوم ادرج لي بعض الصفوف فوق نطاق البيانات. ولنفرض مثلا ان احنا حابين نعمل فلتر على اساس المدينه. هناخد المدينه كوبي ونحطها هنا كده في الصف الاول بيست. وبعد كده احنا عاوزين نعمل فلتر على المدينه. فهتشوف انت عاوز تعمل على اي اساس. هنقول مثلا ناخد دي كوبي على تركيا مثلا ونحط هنا كده، نحطها هنا كنترول في ونضغط انتر. بعد كده بتروح على قائمة داتا، تصفية متقدمة او خيارات متقدمة. بيسألك هنا سؤالين: اول حاجة نطاق القائمة او نطاق البيانات، لو انت واقف فيه على طول بيروح يحددهولك، ولو ما فيهوش فيه اي مسافات او فواصل بيحددهولك بطريقة سليمة وتقدر تسيبه زي ما هو كده. نطاق المعايير بضغط على الزرار ده كده وبروح احدد النطاق ده كده واضغط على الزرار ده تاني. بعد كده بيسألني بيقول لي نسخ الى. لو انا ضغطت مثلا على حددت الخيار ده كده بيقول لي نسخ الى، انت عاوز تنسخ النتيجه بتاعه البيانات دي فين؟ بيعملها كوبي. احنا طبعا مش محتاجين نعمل كوبي دلوقتي، فخلينا نقول موافق ونشوف على طول تمت تصفيه الداتا او البيانات طبقا لهذا المعيار.
خلينا ناخد مثال تاني مثلا. وليكن حابين مثلا نعمل فلترة على اساس الراتب. هناخد الراتب ونحطه هنا كده بيست، ونقول اكبر من، محتاجين الراتب اللي اكبر من مثلا 20,000. وهنقوم واقفين في الخلية دي في اي خلية وعاملين خيارات متقدمة. هيسألني سؤالين، بروح على نطاق المعايير واحدده دوت مثلا، وهكذا. اقوم ضاغط انتر واشوف على طول عمل لي يعني فلترة على كل يعني الرواتب اللي اكبر من 20,000. طب خليني اخليها مثلا اقل من 20,000 كده ونشوف الفرق. طبعا هنروح نعمل تصفية تاني. هم قايل له موافق على طول. بص الفلترة اللي حصلت، طبعا هو هنا لسه بيعمل فلتريشن. على طول عمل لي كل المرتبات اللي اقل من 20,000 جنيه. طيب ده كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل تصفية متقدمة في حالة وجود معيار واحد. طيب لو انا حابب اعمل تصفية في حالة وجود اكثر من معيار، هنا عندنا كذا حالة. في حالة ان انا عاوز شرط من الاتنين يتحقق او الاتنين يتحققوا، هنعرف ازاي دلوقتي. يبقى قلنا عندنا حالتين. لو العلاقة بين الشرطين دول او بين المعيارين دول علاقة اند، يعني انا محتاج المدينة تكون تركيا وفي نفس الوقت يكون الراتب اقل من 20,000. في الحالة دي لازما الشرطين يكونوا على نفس المستوى يعني من مستويات نطاق المعايير. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان تكون عندنا مثلا هنا معيار الراتب في الصف رقم 2 ومعيار المدينة في الصف رقم 2، دول كده على نفس المستوى. اذا اللي هيحصل ان العلاقة بينهم تكون اند، يعني لازم الاتنين يتحققوا عشان خاطر يعمل الفلتر. لكن لو اخدت ده مثلا كده كنترول اكس وحطيته هنا كنترول في، كده العلاقه هتكون ما بينهم اور. بمعنى ايه اور؟ بمعنى ان كل المدن اللي هي تركيا، بغض النظر بقى سواء الراتب بتاعها اكبر او اقل، وكل الرواتب اللي اقل من 20,000 سواء المدينه بتاعتها كانت تركيا او مش تركيا. فخلينا نجرب الاولانيه كده وبعد كده نجرب الثانيه. هنيجي هنا ونقول تصفيه متقدمه. هيسالني على نطاق المعايير، هقوم بقى محدد ايه الاثنين دول كده، واقوم قايل له انتر ونشوف. طبعا هو هنا عمل فلتر وما لقاش حاجه. فخلينا نشوف حاجه تانية مثلا فيها ايه. هنخلي دوت اكبر من 20,000 ونروح هنا ونعمل تصفيه ونحدد له نطاق المعايير ومتحدد بالظبط، ونقوم قايل له موافق. كده عامل المعيارين والعلاقه بينهم اند، يعني لازم تكون المدينه تركي او دي مش تركيا على فكره، لازم يكون ده اسم المدينه ويكون الراتب اكبر من 20,000. طيب لو العلاقه بينهم اور، قلنا هنخلي كل واحده فيهم في مستوى. خلينا بقى نعمل كده ونروح على مسح ونقول تصفيه متقدمه ونحدد نطاق المعايير بالطريقه دي كده ونقول له موافق. شوف هنا لاحظ ايه؟ لاحظ ان التصفيه هنا اي سجل من السجلات دول هتلاقيه حقق شرط من الشرطين دول على الاقل، يا اما المرتب اعلى من 20,000 يا اما الدوله تساوي الاسم ده. طيب عندنا مثال تاني. محتاجين في المثال دوت نعمل تصفيه برضو متقدمه على اساس 3 معايير. المعيار الاول ان الراتب يكون اعلى من 20,000، والمعيار الثاني ان تكون الحالة الاجتماعية سنجل مثلا، والمعيار الثالث ان تكون الدولة هنحط مثلا اي دولة من دول، وليكن مثلا خلينا الاول نلغي التصفية دي يعني ملغية ونشوف مثلا ايه. خلينا نختار مثلا الدولة دي وناخدها كوبي ونحطها هنا كده بيست. طبعا محتاجين ان العلاقة بين الثلاث معايير دول تكون علاقة اند، يبقى لازم نحطهم كلهم في نفس المستوى. اقدر طبعا اغير في نطاق المعايير عن طريق ان انا مثلا اخد الصف ده كده كل كوبي نسخ واحطه هنا بيست مرة واحدة، يفضل ذلك يعني بيست.
مثلا، بحيث ان انا لو حابب بعد كده اعمل اي فلتر على اي نطاق تاني او على اي حقل تاني الامر يكون سهل بالنسبه لي. فانا دلوقتي محتاج اعمل فلتر على الداتا دي من خلال الثلاث معايير دول، وتكون العلاقه بينهم علاقه اند. هقف في اي خليه، بعد كده هروح على تصفيه متقدمه وهحدد في نطاق المعايير، هحدد الصفين دول كده على بعض واقوم قايل له موافق ونشوف ايه اللي هيحصل. لاحظ معايا عمل فلتر على اساس ثلاث معايير العلاقه بينهم اند، يعني لازم الثلاث معايير يتحققوا في نفس الشخص. ناخد مثال، مثلا الشخص دوت من نفس الدوله، الراتب بتاعه اعلى من 28000 وهو سنجل، وهكذا بالنسبه ان انا لو عاوز العلاقه بينهم تكون اور، او علاقه مثلا واحده فيهم تكون اور، يبقى لازم الاثنين دول يتحققوا. بالاضافه لدوت ممكن يتحقق او لا، يعني لو عملتها كده هيقول لي، هيجيب لي ده كده هيعتبره شرط واحد، هيعمل الفلتر ده الاول، بعد كده هيفاضل ما بينه وما بين الفلتر ده بعلاقه اور مش اند. وفهمنا ليه في المثال اللي سابق. هتبقى لنا كده مثال واحد. طيب في المثال دوت خلينا الاول نلغي عامل التصفيه دوت، ومحتاجين ان احنا نعمل فلتر على البيانات دي، بحيث ان انا محتاج الموظف اللي الراتب بتاعه اعلى من 20000 وسنجل من المدينة دي او من الدولة دي، وفي نفس الوقت من الدولة دي. طيب في الحالة دي هو هنا عندي شرطين. الشرط الاولاني العلاقة بينه كله اند، والشرط الثاني علاقته بالشرط الاولاني اور، يعني انا محتاج الاثنين دول يكونوا موجودين في كل النتائج، ولكن ويعني ايه، ولكن يا اما من الدوله دي يا اما من الدوله دي. فبالتالي انا عندي علاقتين، علاقه اند بين الراتب والحاله الاجتماعيه علاقتهم مع الدوله اند، ولكن علاقتهم مع الدوله دي اور. فبالتالي لازم اخدهم كوبي كده واكتبهم هنا برضو بيست. هيعمل ايه هو كده؟ هيجيب كل الموظفين اللي الرواتب بتاعتهم اعلى من 20000 وسنجل، سواء كانوا في الدوله دي او في الدوله دي. نجرب كده ونشوف. طبعا هنغير نطاق البحث هنا بحيث انه يحتوي على الثلاث صفوف دول، او نطاق المعايير عفوا، واقول له موافق. ولاحظ كده كل اللي عندي شرطين، الشرطين دول لازم يتحققوا، اللي هو الراتب اعلى من 20000 والحاله الاجتماعيه سنجل، ولكن الدوله ممكن تكون دي وممكن تكون ده. كده كان الجزء الاولاني من التصفيه المتقدمه او الادفانسد فلتر في مايكروسوفت اكسل للمستوى المتقدم. ان شاء الله لسه عندنا جزء تاني في التصفيه هنشرحه ان شاء الله في الدرس اللي جاي. ما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب، ولو عندك سؤال او استفسار سيبهولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.